نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، في نفس السياق الذي بدأنا به في الخطبة الماضية في تناول بعض الأحكام والضوابط التي تتحدث عن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين، بين أهل القبلة. نكرر على مسامعكم أن الشريعة موصوفة موسومة بالكمال، والحمد لله رب العالمين الذي لم يترك مجالا من مجالات الحياة إلا وشرع من الأحكام ما يخصها، فهي شاملة للزمان والمكان والإنسان، فلا يعزب عن شريعة الرحمن مجال من هذه المجالات ولا حال من الأحوال، ففي كل حال حكم وفي كل ظرف حكم. ولهذا نوه الله سبحانه وتعالى بدينه وبشريعته، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. إذا أيها الإخوة في الله، لا يخرج ما يجري اليوم في بلدان المسلمين عن حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، فما من وضع ولا من أزمة ولا من فتنة إلا ويطالها حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يجري في الكون من شيء إلا وهو تحت نظر الله سبحانه وتعالى وتحت عينه وتحت علمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة. ولذلك لا بد على المسلم أن تكون له عقيدة ثابتة راسخة في هذا، ويعلم أن ما يجري في الكون لا يخرج عن قدر الله عز وجل وعلمه وقضائه، وإلا فعقيدته مهزوزة ودينه وإيمانه هش. ومن ثم أيها الإخوة في الله، لا يقول مسلم أن ما يجري خارج من وحي الله سبحانه وتعالى من حيث التوجيه ومن حيث الأحكام ومن حيث الضوابط. فيقول قائل: لعل ما يجري اليوم في بلدان المسلمين خارج عن توجيه الدين وشريعة رب العالمين، فيخوض الواحد من المسلمين مع الخائضين بدون علم ولا بصيرة ولا نور من وحي القرآن والسنة. فلم تتركنا هذه الشريعة سبهللا نعيث في الأرض
فسادا ونسير بحرية مطلقة لا قيد فيها ولا زمام. وهذا في الحقيقة اتهام لشريعة رب العالمين بالنقص والقصور. لذا أيها الإخوة في الله نقول ولنا اليوم نقطتان نمر بحول الله عز وجل عليهما مرورا مختصرا، وباقي النقاط تأتي إن شاء الله في قابل الأيام إن أبقى الله في أعمارنا. النقطة الأولى أن يتجنب المسلم الحركة والقيام والمشي والسعي في الفتن، يكف حركته ويحبس نفسه في مثل هذه الفتن التي تموج كموج البحر في بلاد المسلمين. ولا يقول الواحد منا أنا كباقي الناس كباقي الجماهير. وقد مر بنا الأثر الماضي الذي قرأناه على مسامعكم: ليس لنا في البشر أسوة، ليس لنا في البشر أسوة، إنما الأسوة في الدين، في الشرع، في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا تقول أنا من الناس، فإن خرجوا أخرج، وإن فعلوا أفعل، وإن قالوا أقول. فليس لنا في الناس أسوة، وإنما الأسوة في الدين، الأسوة في شريعة رب العالمين. الفتنة أيها الإخوة في الله أيامها سريعة، كما قال بعض مشايخنا حفظهم الله، قال أيامها سريعة وبركتها قليلة، لا بركة فيها تلك الأيام، وإن كانت فهي قليلة في أولئك الذين عرفوا كيف يسايرون هذه الفتن ويتجنبون الحراك فيها. فأولها يسر، ووسطها يغر، وآخرها حنظل مر. وكم من إنسان خاض في الفتن وقد جربنا وندم بعد ذلك، بدليل أولئك الذين يكتبون مذكراتهم بعد أن خرجوا من الفتن والحروب الأهلية، كلهم يقول أنا لم أقصد كذا ولم أقصد كذا، وأنا لم أفعل كذا ولم أفعل كذا، وإنما الذي فعله هو فلان، هو الذي قاد الحركات، وفلان هو الذي مول بالمال، والجمعية الفلانية هي التي أسند أو سندت رأي فلان وأعطت وفعلت. فصاروا بعد ذلك يلقون باللائمة على فلان وفلان، وكأن الذي يكتب المذكرات نادم على ما فعل، ولربما أراد أن يخرج نفسه من تلك الفتنة وكأنه كان مرشدا صالحا فيها. واقرأوا المذكرات سواء فيما جرى عندنا أو جرى في بلاد أخرى، وقد وقفنا على هذا. إن آخرها مر وندم. لذلك لا يقول المسلم في مثل هذه الفتن أنا أدخل فيها لأصلح، أو أدخل فيها لأخفف الظلم. والظلم واقع لا محالة، الظلم في الفتن من أعظم الظلم الذي يقع. والدال على ذلك أن هذا الظلم ليس كأي ظلم، لأن الدماء تسيل فيها غزيرة، والأعراض التي تنتهك فيها كثيرة، والأموال التي تسلب، والسرقة والنصب الذي يقع في مثل هذه الفتن. فتؤخذ أموال الشركات وأموال البنوك وأموال المحلات، والأموال الخاصة في البيوت عند المداهمات. هذه الأموال التي تؤخذ
كلها بسبب ماذا؟ بسبب الفتن، وقد كانت آمنة قبل ذلك مع شيء من الظلم والجور الذي كان، إلا أنها كانت آمنة. لما وقعت الفتنة سلبت الأموال الخاصة والعامة، وهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله، وهكذا، وأنتم تعرفون في هذا أكثر مني. لذلك أيها الإخوة في الله، لا يقول المسلم في مثل هذه الفتن أنا أصلح وأفعل والناس تنتظرني وتنتظر الحركة مني. ولهذا يكثرون الحركة في مثل هذه الأيام، وترى الناس يعقدون التنسيقيات في الداخل والخارج، والمنظمات والجمعيات والمجالس الانتقالية في الداخل والخارج إلى آخره، ثم يقع الخلاف بين التنسيقيات ويقع الخلاف بين المجالس، ثم يتهم بعضهم بعضا، أصحاب الداخل يتهمون الخارج والخارج يتهمون الداخل، وهكذا، وتقع فتنة زائدة سياسيا بين من يريدون أن يخرجوا البلاد من الفتنة ويخرجون البلاد من الظلم والجور السابق أو البائد. وهكذا أيها الإخوة في الله، في حلقات متتابعة، في حلقات متسلسلة، لا نخرج مما نحن فيه، وإنما نعقد ونؤزم حال المسلمين في بلاد الإسلام يوما بعد يوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كما قال المقداد بن الأسود، والحديث عند أبي داود وهو صحيح: وأيم الله لقد سمعت، يعني يقسم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. كلمة تقال للتلهف وتقال للتعجب من طيب كل شيء، يعني لمن صبر وقد ابتلي ووفقه الله عز وجل لأن يحبس نفسه ويصبر ويحبس جوارحه، فواهن له للخير الذي سيناله وللأجر الذي سيناله ولطيب الشيء الذي سيناله من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيرة العملية التي يجب أن يسلكها المسلم في مثل هذه الأوضاع والأحوال حتى يضمن السلامة من شر الفتن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها، ومر بنا هذا الحديث في وقت مضى، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن استشرفها تستشرفه، أي من استشرف الفتنة تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لأن الفتنة أيها الإخوة في الله الذي يمسك جوارحه ويقعد حيث هو ولا يتحرك. وهذا يذكرني في بعض الأمور مرت بنا في وقت مضى، أننا كنا طلبة وصغار في الجامعة، وكانت عندنا تلك الحماسة، حماس الشباب، فأحيانا كنا نسمع ببعض الأمور والقلاقل تقع في بلدية كذا، قال ينجل البلدية كذا لنعرف ما يجري فيها، ثم نسمع من جهة كذا وكذا، مثلا الحراش أو كذا، باب الزوارة وقعت كذا وكذا، تعال نجري لنسمع ما يجري فيها. وهذا هو السعي والحركة، تقول أنا مجرد مطالع، يعني أطلع ما يجري حتى أعرف ما يجري، مجرد المعرفة. وكانت تقع في مثل تلك الأمور أو تلك الأحوال مشادات
شفت بين الناس أولئك الذين يذهبون لرؤية ما يجري، فيقع ما يقع، فيصيبك من شرر نارهم ما كنت أنت في منأ عنه وبعيدا عنه. فيستقل واحد منا سيارة أو حافلة ليذهب إلى منطقة كذا وكذا ليرى ما فيها، كما يجري اليوم في بعض البلاد الإسلامية. فالناس ينتقلون من ساحة كذا إلى ساحة كذا، ومن ساحة كذا إلى ساحة كذا، ويقع الناس الذاهب إلى ذاك المكان لا يدري أن الوقت قد جاء وحان أجله، وأن ذهابه إلى ذاك المكان قدرا من الله سبحانه وتعالى يكون سبب حتفه، وقد يكون ذاهبا فقط لمجرد الاطلاع فيترك روحه هناك. وهذه هي الفتن أيها الإخوة في الله، القاعد فيها خير من القائم مجرد الوقوف. وهذه كناية على أمور، كناية على الحركة التي يقوم بها كل إنسان منا في مثل هذا الهرج. والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ودرجات في الفتن، الناس درجات في الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن تصدى للفتنة وأراد أن يخوض فيها يعني من منطلق أنه يريد الإصلاح أو يريد تغيير ما أدري أمور معينة تجري، كما جرى لكثير من الدعاة والعلماء في هذا الزمان، حتى تسمع بعض الناس يفتي في القناة يقول: وإن أخذوا نساءكم فخذوا نساءهم، ولكن إن زنوا بنسائكم أنتم لا تزنوا بنسائهم لأنهم مسلمات. وهذا الحكم ينطبق في الحقيقة على قتال الكفار. وهو يأخذ في هذه الفتاوى من عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وينزلها على الواقع السوري. فقلت: سبحان الله، أين عقول هؤلاء الذين كنا ننظر إليهم على أنهم ماذا؟ دعاة، ولربما طلبة علم أقوياء ليس لهم مجرد الضوابط لا يعرفونها في مثل هذه المواقف. ولهذا ترى بعض الناس في البداية يخففون من الثورات والفتن، ثم يجد نفسه هو الثائر، فيسمى الداعية الثائر. وليس لنا ثورة في الإسلام أيها الإخوة في الله، ما عندناش حاجة واسمها في الإسلام ثورة. وأنا نتكلم من منطلق الشرع والدين. أما من منطلق السياسة وكذا كاين الثورة، وكاين المظاهرات، وكاين كاين أشياء كثيرة. لكن من منطلق الشرع هذه كلمات، هذه المصطلحات تجد نفسك إن أخذت الكلام على منوالها ومن منطلقها تجد نفسك في النهاية تتناقض كما يتناقض الناس اليوم. فيريدون أو يريد الواحد منهم أن يبرئ نفسه مما يقع، ويبرئ نفسه من الدماء التي تسقط، فيقول: أنا لم أأمر بهذا. أنت قلت كلام سياسي خطير، والناس قد تحمسوا لكلامك وخرجوا لكلامك، فسالت الدماء ووقعت. بعد ذلك تقول: أنا لم أأمر بهذا ولم أقل هذا. وسوف يأتي كلام السلف في الأيام المقبلة بحول الله تعالى على الخروج من الفتن بترك الكلام أو الاستخبار، لأن الأخبار والنشرات الإخبارية وأخذ الكلام من هنا وهناك من القنوات، هذا كذلك يؤجج ماذا؟ يؤجج الفتن. وأكثر الفتن التي زادت حدتها وافتعالها إنما كانت بسبب هذا الإعلام الفاسد الذي هو بأيدي الكفار. وهذا موضوع ثاني كذلك. لذا نقول أيها الإخوة في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن يتصدى للفتنة يستشرفها لا يعرض عنها وإنما يتعرض لها. قال: تأخذه إلى هلاك، تستشرفه، أي ماذا؟ تأخذه إلى هلاك، تشرف عليه بالهلاك. والإشراف هو العلو على الشيء. قال: تأخذه إلى هلاك. فمن وجد ملجأ يأوي إليه أو معاذا يحتمي به فليعذ به. أيها الإخوة في الله، إن السلف أخذوا هذا الكلام بمأخذ الجد. لهذا كان يقول ابن هبيرة كما روى أبو نعيم في الفتنة، قال: إذا من أدرك الفتنة فليكسر رجله حتى لا يتحرك، فليكسر رجله
فإن انجبرت فليكسر الأخرى، يكسر الرجل باش ما يتحركش، وإذا انجبرت وبرات يزيد يكسر الأخرى باش ما يتحركش في الفتنة، لأن بمجرد الحركة ستجد نفسك في المعمعة يستحيل أن تخرج منها بعد ذلك. وقد رأينا شهادات وإن كانت خاصة بي يعني من أناس وقعوا في فتنة السلاح ثم وجدوا نفسهم في مطب، ندموا على ذلك ولكن لم يريدوا الرجوع إلى الوراء فأكملوا إلى الأمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرهم ويتجاوز عنهم. ومنهم من مات لأنه إن رجع إلى الوراء خشي على نفسه من ظلم الظالم، وإن ذهب إلى الأمام سيقتل الناس أبرياء، إذن فوجد نفسه أنه لا يرجع إلى الوراء، لابد أن يكمل إلى الأمام والعياذ بالله. ونحن نقول في ديننا والأمر يأتي بعد حين: لأن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل، لأن يحمل غيرك دمك على ذمته وعلى عاتقه يوم القيامة خير لك من أن تحمل أنت دم الناس على رقبتك ولا تستطيع أن تبرر هذا الدماء أمام الله سبحانه وتعالى. فالأمر صعب وليس سهلا، ولا يوجد واحد منا في منجى عن هذا، لا يوجد واحد منا في منجى عن هذا، ومن جرب عرف، من جرب عرف. ونحن نقول لا داعي للتجربة، لا داعي للتجربة، لأنك ستجد نفسك في خضم هذه الفتنة وفي هذا الظلام الذي لا تستطيع الخروج منه. فلذلك لا أن يقال عنك جبان، لا أن يقال عنك خواف، لا أن يقال عنك متقاعس، لا أن يقال عنك أنت من القاعدين ومن المتخلفين، خير من أن تقدم على شيء تغرر نفسك فيه ولست ضامنا فيه لا شهادة ولا أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمسك فيما أنت، قف فيما أنت فيه، قف حيث أنت وأنت ضامن ما أنت فيه بينك وبين الله، خير من أن تدخل في أمر لا تضمن فيه ما بينك وبين الله. والأمر دين، الأمر أمر دين، ما هوش أمر آخر. فالناس الذين لا يعظمون الدماء ولا يعظمون أمر الفروج والأعراض ولا يعظمون أمر الأموال، هؤلاء ناس سياسيون ينطلقون من أمر سياسي، أمر كراسي، أمر دنيا كما مر بنا. أما أنت تنطلق من منطلق تقوى الله، فاتقوا الله، اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وهذه قضية ولاة الأمور ما ولاة الأمور، بعض الناس يقول هذو ليسوا ولاة أمورنا، هذا كلام هذه شبهة في الحقيقة، وإن كان هؤلاء أهل جور وأهل ظلم، وقلت لكم من قبل ولربما يكونون أهل كفر ونفاق، ولكن مع هذا الحكم يأتي بحول الله تعالى لأنها شبهة قوية، وكثير من الناس ينسقون وراءها فيقول هؤلاء ليسوا ولاة أمورنا، ليسوا ولاة أمورنا، لذلك لا نسمع ولا نطيع ولا. إذا كان الأمر كذلك فالحكم ثاني، سيأتي إن شاء الله الرد على هذه الشبهة، وإن كان رددنا عليها فيما مضى باختصار، وقلنا حتى ولو كان الأمر على أساس الكفر فراعي أنت مصالح المسلمين، راعي المصلحة والمفسدة فيما تأتي فيه وما تخوض فيه، على الأقل راعي المصلحة والمفسدة، وإن كنت لا ترعى لهم جانبا ولا تعترف أنهم ولاة أمور. لذلك أيها الإخوة في الله، اسمحوا لي على هذه السرعة، وربما قد لا يفهم الكثير بعض المصطلحات التي نخوض فيها، ولكن والحمد لله رب العالمين أن الكلام يتوجه أصلا إلى الشباب الذين ربما يخوضون، لأن مجرد الخوض في هذا الفتن وأن الإنسان يجعل نفسه في جهة دون جهة، هذا موقف، والموقف هذا يسأل عنه الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الميل يكون والكلام يكون، والإنسان بكلامه وميله القلبي قد يشارك في الفتنة من حيث لا يدري. لهذا بعض السلف عليهم رحمة الله كما قلنا من حزمهم أنه رأى الأجري في سؤالاته أبا داود أن الأسود بن سريع لما وقعت الفتنة في البصرة، فتنة بن الأشعث، قال ركب البحر اعتزالا للفتنة، ركب البحر، قال فما يدرى ما خبره. فالناس كانوا يعتزلون الفتن حتى ويختفون عن الأنظار فلا يدرى ما خبره. زيادة على هذا أيها الإخوة في الله، زيادة على ترك الحركة في الفتنة والخوض فيها مشيا وتكلما وتصرفا وفعلا، لا يجوز لإنسان أن يقاتل فيها في فتنة بين المسلمين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه الآية عامة لكل الفتن حتى التي تقع بين المسلمين،
ليست فتنة المال وفتنة الأولاد، وليست الفتنة التي تقع لما تنتشر المعاصي ولا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تشمل كذلك الفتنة التي تكون بين المسلمين في الدماء. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن الفتنة هذه لا تأخذ الظلماء وأهل الجور والحكام الذين ظلموا شعوبهم، تأخذ كذلك الناس المظلومين، تأخذ المظلومين كذلك. الفتنة تأخذ الصالح والطالح إن وقعت. لذلك لما روى أحمد بسند صحيح أن مطرف بن عبد الله بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحتى مقتل عثمان كانوا يقولون أن عثمان ليس بعادل، وأنه أعطى المال لعائلته وقرب الحاشية التي كانت معه من عائلته إلى آخره، حتى عثمان رضي الله تعالى عنه مبشر بالجنة. ومع هذا لما ثاروا عليه وقتلوه، قتلوه بالسبب الذي يرفع اليوم، بنفس السبب الذي يرفع اليوم ضد الحكام وضد كذا وكذا. فلا يقال أحد يقول أحد لا تلك فتنة وهذه فتنة، الفتن كلها واحدة. فلما قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء ابن الزبير فالتقى بمطرف، فقلنا قال مطرف قلنا لعبد الله بن الزبير أو للزبير، الزبير من العوام، قلنا للزبير كيف تركتم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وجئتم تطالبون اليوم بدمه، وجئتم تطلبون اليوم الثأر، تطلبون بدمه؟ فقال لقد قرأناها. شوف الجواب، قال لقد قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، وما كنا ندري أن أهلها. ما هي هذه؟ قول الله سبحانه وتعالى الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم قال حتى وقعت منا حيث وقعت، أي حتى وقعت الفتنة، وكانت الفتنة هذه تسمى موقعة الجمل، موقعة الجمل بين علي رضي الله تعالى عنه والجهة الأخرى الزبير وطلحة، وكانت معهم عائشة فوق جمل رضي الله أم المؤمنين. ولقد بكت بعد ذلك بكاء شديدا على ما وقع من أجل أن أناس ماتوا من أجل هذه الفتنة، فالأمر صعب. فقال ما كنا ندري أن هذه الآية تخصنا نحن، حتى وقعت الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولإخواني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى بقدره قدر أن تكون الفتن بين المسلمين وبين المسلمين وغيرهم، ولكن هذه الفتن جعل لها مخرجا وجعل لها توجيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة. ولهذا الاختلاف الذي يقع اليوم بين المسلمين سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين واقع قدرا. والله سبحانه وتعالى قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لقوم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يجعلنا شيعا أحزابا متفرقة وطوائف متفرقة يختلف بعضها بعضا، وقد يصل هذا الاختلاف إلى الاقتتال فيذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات. ولكن لنا في هذه الفتن مخرج، ولنا في هذه الفتن إرشادات وتوجيهات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ما روى أحمد والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن عرفة رضي الله عنه يا خالد ستكون بعد أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل.
إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. ستكون بعد ماذا؟ أحداث وإحنا نسميه الأحداث، قلوا هذه أحداث تجري في البلاد الإسلامية، وفتن واختلاف. ما هو المصير؟ قد يقع القتال وحمل السلاح. لا أن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل. بعض الناس يقول لا هذا حديث ربما في القرون اللي كان الإسلام يحكم. هل كان الإسلام يحكم وكاين فتن، فما بالك لما يكون الإسلام ما يحكمش؟ راح تكون الفتن أكثر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد مثل هذه الإرشادات والإسلام يحكم، فكيف نعمل بها والإسلام لا يحكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ألا يعرف أنه سيكون في هذه الأمة فتن تنجم عن الولاة الجائرين وعن الظلمة وعن الحكام الفسقة؟ لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إذا قلنا هذا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث لا يعني هذا الزمان، يعني زمان آخر، وأن الشارع توقفت منذ زمان ولا تجري على هذه الأيام إلى قيام الساعة. إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة رب العالمين تشمل الزمان والمكان والإنسان، ولا نقول هي صالحة لكل زمان ومكان، وإنما اللفظ الصحيح أن تقول تصلح الزمان والمكان. الشريعة تصلح الزمان والمكان وليست صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذه الكلمة قد يكون فيها غمز أو طعن من هنا وهناك ولا تستوفي الأمر كما ينبغي من حيث كمال الشريعة، وإنما نقول تصلح الزمان والمكان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الذي اجتنب الفتنة التي وقعت بين الصحابة وغيرهم، فقال له يا رسول الله أرأيت لو دخل علي بيتي، وأختم بهذا إن شاء الله ولا أطيل، وإن كان الآثار بين يدي كنت أردت أن أقرأ جمعا منها، ولكن أكتفي بهذه المحفوظات. أن سعد بن أبي وقاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو دخل علي بيتي وأراد أن يقتلني كيف أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، قال كن كابني آدم، كن كابني آدم. قال يزيد، وهذا شيخ أبي داود راوي الحديث، قال الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. كن كابني آدم. لما قال ابن آدم لأخيه تعرفوا هابيل وقابيل قال لأقتلنك، لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. احنا عندنا هذه وشنو؟ جبن، خوف، خور، تخلف. هذا من القاعدين عن القتال. كيف يدخل لي لداري يقتلني نريح أنا نرمي كيس على راسي ونخليه يقتلني؟ عجيب يعني. ولكن هذه فيها مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نشارك في الفتن، لأن اللي راح يسل سيفه باش يقتلني ماشي كافر، مسلم. وإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في رواية أخرى عند أحمد كل كالخير من ابني آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسروا في هذا الحديث عند أحمد، قال اكسروا، حديث أبي موسى الأشعري، اكسروا قسيكم أو كسروا بصيغة المبالغة أو التكسير، ماشي اكسروا، كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، أي الخيط نتاع القوس، وقطعوا أوتاركم والزموا بيوتكم. قالوا يا رسول الله وإن دخلوا أراد أن يقتلني؟ قال كن كالخير من ابني آدم. كن كالخير أي الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وسيأتي ذكر بحول الله تعالى وقوته بيع السلاح في الفتنة، لأن الناس تدعم الفتنة، تدعمها
دول اليوم تدعم الفتنة. فلذلك هذا الكلام نرجئه إن شاء الله إلى وقت قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. هذا ولا تنسوا أن تصلوا وتسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نذكر أن في يوم الجمعة ساعة للفائدة يستجاب لكل مصل يصلي قائما أو جالسا ينتظر الصلاة في ساعة أخيرة من نهار اليوم قبل المغرب، كما جاء تحديدها من رواية عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. فاسألوا الله فيها، فإن الداعي فيها مجاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يأخذ بنواصينا وأيدينا إلى الحق، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وعلى سنة نبيه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.